تعالوا نصلي بينا على النبي. افكركم باللي حصل الجزء اللي فات. اخر حاجه حصلت الجزء اللي فات ان يونا سمعت التسجيل بتاع عيلتها وعرفت ان عيله سون هم اللي قتلوا عيلتها. كمان هي ساعتها كانت منهاره جدا، فاتصلت بلوك عشان يخفف عنها. لكن بنلاقي ان الدكتور بيخش على لوك وبيقول له ان حالته ميؤوسه منها وملوش اي حل غير ان هو يعمل زراعه قلب. بس للاسف مين هيتطوع بالقلب بتاعه؟ دي نبذه سريعه عن الجزء اللي فات. نخش بعد كده في الجزء الجديد. سون بيصحى من النوم مش بيلاقي يونا موجودة جنبه، بيفضل يدور عليها ولكن بتكون سابت البيت ومشت. فبيفكر وبيقول ان الفلوس اللي معاها مش هتكفي غير كام يوم بس، هي اكيد عند حد تعرفه. فبيتصل بلانا اول واحدة علشان يشوفها هي هناك ولا لا، لكن لانا بتقوله انها ما اتكلمتش معاه خالص. بعدها بيتصل بشياو وبرضه بيقوله ان هي ما توصلتش معاه. بيفضل حيران مش عارف هيعمل ايه علشان يرجعها. من الاتجاه التاني بتكون ميلا قاعدة مبسوطة وبتعزف على البيانو. بيجيلها ميجو اخوها، وده بعد ما عرف اللي حصل، وبيقول لها ليه كده؟ انت عايزة توصلي لايه؟ باللي عملتيه ده انت عارفة ان دي مش الحقيقة، بس برغم كده كانت السبب في اذيتها. فبتقوله مش مهم، المهم تكون اتأذت وخلاص، وكويس انها صدقتها. يعني بصراحة انا ما شفتش اوحش من كده. بتروح بعد كده المدرسة وسون بيقابلها وبيمسك ايديها بعصبية وبيقول لها انت قلت لها ايه؟ انت وريتيها ايه عشان يحصل كل ده؟ فبتقول له وريتها الحقيقة مش اكتر، وانها كان لازم تعرفها من زمان. سون بيتضايق وبيقول لها ايه هي الحقيقة دي؟ فبتطلع له شريط التسجيل وبتديهوله. بتقول له اسمعه وانت هتعرف كل حاجة. بياخد التسجيل وبيمشي يروح البيت. بيلاقي ابوه وامه هناك وبيعرفوا انها مشت من البيت، كانوا قلقانين عليها خالص. بيسألوه ايه اللي حصل عشان تسيب البيت وتمشي. فبيرد عليهم ويقول لهم هو فعلا كان لكم علاقة بموت عيلتها؟ الصدمة هنا وقعت عليهم، وكان أبوه وأمه عمالين يبصوا لبعض وبيقولوا له مين قالك الكلام ده؟ سيبك من التفاهات دي وروح دور على أختك ورجعها. فعلا بيطلع سون ويفضل يدور عليها، بيروح كل مكان وبيسأل عليها في كل الشوارع وبرضه مفيش فايدة. أما يونا فبتكون أجرت أوضة قديمة كده لمدة أيام، وبعدها تشوف ايه اللي هيحصل. هتقعد مع نفسها وتفتكر الذكريات، وبتكون مش مستوعبة اللي على التليفون وبتفضل تعيط على أمل إنها ترتاح شوية. نروح بقى للوك. لما عرف إن نهايته خلاص قربت بيقول كده كده خربانة، فبيسيب المستشفى وبيرجع لبلده تاني. وأول لما بيوصل بيروح يقابل يونا، وأول لما بتشوفه بتكون في قمة السعادة، وإن أخيرا بقى ليها صاحب هتحكي له أخيرا. فبيحضنها وبيكون فرحان. بعدها بتاخده وبتروح توريله المكان اللي هي عايشة فيه دلوقتي. بيلاحظ ان حالتها المادية بقت صعبة لما بيشوف الأوضة، وبيلاقيها على طول الفترة دي ما كلتش غير اندومي. بعدها بتاخده على مطعم وبتعزمه بمناسبة رجوعه من تاني. بتتكلم معاه وبتسأله عن حالته وإذا كانت حالته اتحسنت ولا لأ. فبيحكي لها كل حاجة بس ما بتبقاش الحقيقة كاملة، وبيقول لها ما تخافيش. بعد ما بيخلصوا أكل بتروح علشان تحاسب، وبتكون دي آخر فلوس معاها. بعدها بيخرجوا من المطعم وبتودعه وبتقوله إن هي هتروح البيت بتاعها، ولكن كانت ال3 أيام اللي هي مأجرة فيهم الشقة خلصوا وما عادش ليها أي مكان تروح فيه. بتروح وبتقعد على الرصيف علشان ما عادش ليها مكان تروحه. أثناء ما كانت بتحاول تنام بيجيلها واحد من المشردين وبيقول لها امشي من هنا، ده مكاني. ساعتها هي بتخاف وبتسيبه وبتمشي، وبتفضل تفكر هتروح فين وهي مش عايزة تبقى عالة على أي حد. فضلت إن هي تبات في الشارع ولا إنها تروح عند حد وتقوله بيتني معاك وتتطفل عليه. بصراحة أخلاقها جميلة. ساعتها بتجيلها فكرة وبتروح لسكن الجامعة. بتقول للست اللي هناك إنها هتخش تدي حاجات لصاحبتها وتخرج، فبتدخلها الست. بتروح بعد كده تقعد على السلم عشان ترتاح، اهو اي مكان وخلاص. لكن برضو الست بتكون معدية وبتشوفها وهي هناك وبتاخدها معاها عشان يحققوا معاها ويشوفوا اذا كانت سرقت حاجة ولا لا. لكن بعد كده الست بتفتكرها وبتقول لها مش انت اللي كنت جايه مقدمة مع اخوكي واخوكي جه مسح اسمك صح؟ انا هتصل بقى دلوقتي وخليه يجيلك. بيتصلوا بيه فعلا وهو على طول بيجي عشان ياخدها. اما هي فبتكلم لوك عشان يجي هو كمان. بيوصل سون وبيروح يخلص كل حاجة وبيضمنها بنفسه وبيخرج يتكلم معاها وبيقول لها كفاية كده، انا مش مستحمل غيابك، تعالي البيت وصدقيني انا هبقى معاكي وهفضل ادور لحد ما نعرف الحقيقة سوا. بترفض ان هي ترجع معاه. ساعتها بيوصل لوك وبينده عليها، وسون بيكون مش حابب انها تمشي معاه، فبيقول له ان دي مشكلة عائلية وان هو ما يحشرش نفسه فيها يعني. بس يونا ما بتعبرش سون وبتاخد لوك وبتمشي. سون ساعتها بيتضايق جدا ولكن مفيش في ايده اي حاجة يعملها. بعدها بيمشي لوك ويونا سوا، فبيقول لها
طالما ايجارك خلص وما عندكيش مكان تروحي له ما قلتليش ليه من الاول؟ هو انا غريب عنك يا بنتي؟ تعالي انا هحجز لك فندق. لكن يونا بترفض وبتقول له لا مش هخليك تدفع حاجه. فبيقترح عليها اقتراح تاني، فبيقول لها انا هعمل معاكي اتفاق، انت هتيجي تعيشي معايا في البيت بس انت اللي هتطبخي وساعتها انت هتوفري عليا وكده مش هتبقي عالة عليا. فعلا يونا بتقتنع وبتروح معاه. تاني يوم بيكونوا قاعدين وبيبدأوا يفطروا والدنيا تمام، بيتفاجئوا بالباب بيخبط. فبتروح لونا تفتح بتلاقي ان هو سون، وبيدخل وبيتكلم معاها وبيفضل يعايب على طبخها، وده طبعا عشان مش عايز تفضل في بيت لوك كتير. يونا ساعتها بتتضايق وبتطلب منه ان هو يمشي، لكنه بيقول لها ان هو قاعد مع لوك، انت مالك انت؟ فبتقول له اقعدوا بقى براحتكم وانا اللي همشي. وفعلا بتسيبهم وبتمشي. ولما بتمشي بيقعد سون علشان يتكلم مع لوك وبيحكي له كل حاجه، وبيقول له انا شاكك ان في حاجه غلط. لوك بيساله ازاي، فبيقول له سون ان هو معاه تسجيل وان التسجيل ده مفيش حاجه من اللي فيه حصل. فبيقول له لوك انا عندي حل، تعالى معايا. فبيطلعوا على فوق وبيحطوا التسجيل على الكمبيوتر عشان يشوفوا اذا كان متعدل ولا لا. بيحطوا التسجيل على الكمبيوتر وبيحاولوا يخترقوه ويعرفوا كل البيانات اللي عليه. بيحاولوا مره ورا التانية ورا التالتة لحد ما فعلا قدروا ان هم يخترقوه. والصدمه ان هم لقوا ان التسجيل ده متعدل عليه ومحذوف منه مقاطع. فبيعرف سون ان دي مش الحقيقه واكيد في حاجه مستخبيه عنه. بنروح بعد كده ليونا وبنشوف ان هي بتروح البيت عشان تجيب كتبها وهدومها عشان تذاكر. فابو سون وامه بيشوفوها وبيقعدوا يعيطوا من كتر ما هي كانت وحشاهم، ولكن هي بترفض تتكلم معاهم وبتقول لهم انا هاخد حاجتي وهمشي من غير اي دوشه. بتروح بعد كده تعبي حاجتها، ولكن سون كل ما هي تحط حاجه بيشيلها. فبتزعق له بتقول له انت بتعمل كده ليه؟ انا همشي، مش هفضل في البيت ده مهما حصل. ساعتها سون بيقترح عليها وبيقول لها طب ما تروحي تسأليهم على اللي حصل واذا كان الكلام ده صح ولا لا. فبتاخد الخطوة وبتروح فعلا وبيحكوا لها عن كل حاجة، وبيقولوا لها احنا وعيلتك كنا اكتر من الاخوات، كنا كل حاجة بنعملها سوا وبنحب بعض جدا، وعشان نزود علاقتنا عملنا شركة وبنيناها من الصفر وكانت الأرباح بنقسمها بالنص. يوم حصلت مشكلة في الشركة والأسهم وقعت وخسرنا كل حاجة. ساعتها عيلتي كانوا متعصبين جدا وخدوا العربية ومشوا، وبعد وقت قليل سمعنا أخبار وفاتهم وما كانش حد عايش غيرك انتي. بتقول لهم يونا بس التقرير بيقول ان حادثة العربية كانت مقصودة وفي حد متعمد يعمل كده، وانا مش هرجع البيت الا لما اعرف الحقيقة كاملة ومين اللي عمل كده. وبتسيبهم وبتمشي. بيوصلوا عند البيت وبتدخل، واول لما بتدخل بتصرخ بصوت عالي، وده لانها شافت لوك مغمى عليه على الارض. سون بيسمع الصوت وهو بره وبيشيل لوك وبيوديه المستشفى، وبيفضل قاعد لحد لما حالته بتستقر من تاني. اثناء ما كانوا قاعدين بيتصل بيها ميجو صاحب الشغل بيسألها عن غيابها طول الاسبوع اللي فات. فبتقول له ان كان عندها مشاكل ومش هتعرف تيجي، وده لان صديقها جات له نوبة قلبية ودخل المستشفى. فبيطمنها ميجو وبيقول لها خدي وقتك عادي، لكن الموضوع ما بيقفش معاه على كده. تاني يوم بتجيله السكرتيرة بتقول له توماس في انتظارك، وبنعرف ان توماس ده اشهر دكتور قلب في امريكا وفي العالم. تاني يوم بتروح لونا عشان تقدم استقالتها، وده لان الموظفين الاعلى منها واصحاب ميلا عمالين يضايقوها وبيكرهوها في الشغل. ولكن قبل ما تتكلم بيقول لها ميجو على كل حاجة، وان الدكتور توماس شغال حاليا على علاج لوك، واول لما يخلص تصنيع العلاج هيديهولها. وبيقول لها انت اللي هتبقي مسؤولة عن كل حاجة وهتبعتي له اي حاجة هو محتاجها. فبتفرح يونا خالص وبتشكره، وبيسألها بعدها عن السبب اللي خلاها تيجي هنا. فبتقول له ولا اي حاجة، ما بتقولوش يعني ان هي كانت عايزة تقدم استقالتها. تاني يوم بتكون يونا لقت سكن بسعر كويس، فبتجمع كل حاجتها هي وسون وبيروحوا يودوها هناك لحد ما الوضع بقى تمام. بعدها بيسيبها وبيمشي، لكنه بيكون قلقان عليها وبيفضل قاعد قدام البيت خايف لا تمشي وهي نايمة أو يحصل لها أي حاجة. نلاقي إن يونا كمان بتقلب في المذكرات بتاعتها وبتفتكر اللي عدوا بيه سوا هي وسون. بعدها بتروح الشغل وبتقعد على المكتب تخلص الشغل اللي عليها. بتفضل شغالة كتير وبتجيلها واحدة من الموظفين واللي هي صاحبة ميلا، بتحط قدامها شغل كتير قوي والمفروض ان هي اللي هتعمله. فبتقول لها خلصي الشغل ده. يونا بحكم انها لسه في مرحلة التدريب مش عارفة ايه اللي المفروض تعمله وايه اللي المفروض لا، فبتفضل شغالة لحد وقت متأخر بالليل وهي بتعمله وبتخلص الشغل. وهي مروحة ونازلة على السلم رجلها بتتجرح وبتكونش عارفة تكمل. في نفس الوقت بنلاقي سون جاي وساعدها وخدها وروحوا البيت،
وقبل ما يونا تدخل سون خلاص قرر ان هو يعترف لها بمشاعره، فبيوقفها وبيقول لها انا ما كنتش عارف ايه اللي بيخليني اعمل كل ده عشانك، ايه اللي بيسهرني في الشارع وافضل مستنيكي تتكلمي معايا باي كلمه، انتي مجرد وجودك في المكان اللي انا ببقى فيه بيخليني فرحان ومبسوط، وده بقى اللي انا هقولهولك، انا بحبك يا يونا. يونا بتكون مش مصدقه اللي قاله وبتتكسف وبتسيبه وبتدخل، لكنها بتكون فرحانه من جواها. تاني يوم بتروح الشغل، واول لما بتوصل هناك بتسمع البت اللي اديتها الورق بتقول للمدير انها سهرت طول الليل شغاله على الورق عشان تخلصه. يا كدابه. وبتدخل وهي متعصبه وبتقول لها انت متاكده ان انت اللي خلصتي الورق ده؟ فبتقول لها اكيد طبعا، ولا انت مفكره ان انا مبتدئه زيك؟ انت كده كده ما بتعرفيش تعملي اي حاجه. يونا ساعتها بتسالها اسئله في الشغل، وده لو هي فعلا عملته هتعرف تجاوب، ولكن الموظفه ما بتنطقش. فبيفهم المدير ان يونا هي اللي عملت الشغل، وبيزعق للموظفه وبيقول لها ان لو قررت الحاجه دي تاني هتتحاسب والحساب هيبقى غالي المره دي. بالليل بتخرج الكلب بتاعها واللي بيكون اسمه دودو، وهما ماشيين بيلاقوا سون فبيروحوا له وبيمشي معاهم، وبيكون شغال في شركة كبيرة، ولكن ده مش بيكون حلمه، وإنه مش عايز يبقى موظف عند حد وعايز يبدأ مشروعه الخاص. فبيتكلم كام شركة يستثمروا في المشروع بتاعه وبيكون مستني ردهم. ووقت ما كان قاعد بيجيله اتصال من مجهول، وبيطلع رئيس شركة كبيرة عرفوا بالمشروع بتاعه وبيقولوا له يتوجه ليهم علشان يخلصوا كل الإجراءات ويسلموه كل حاجة محتاجها عشان يبدأ في المشروع بتاعه. سون ساعتها بيفرح جدا وبيقابل صاحبه شياو وبيحكي له وبيتفق معاه ان هو يروح معاه وهو بيقدم المشروع بتاعه ويبقى شاهد على كل حاجة، فبيوافق ان هو يروح معاه. تاني يوم بيروح وبيقدم المشروع قدامهم وبيعجبهم جدا والكل بيتفاعل معاه. بيخلص المشروع وبيروح له المدير بتاع الشركة وبيقول له امضي العقد ده وهديك كل اللي انت عايزه. لما بيخش على المدير بيلاقي ميلا هناك قاعدة مع المدير، وهي اللي خلته يعمل كل ده. فبيتكلم سون وبيسأل عن البند المخفي في العقد. بيطلع البند المخفي هو ان سون مجبر يتجوز ميلا، اللي اول لما بتشوفه بتروح عشان تسلم عليه، ولكن سون ما بيعبرهاش وبيقول لهم انا مش هشارك في اي حاجه وبيسيبهم وبيمشي. ميلا بتحاول تندهله وبتقول له ان هو هيشوف العذاب الوان بسبب اللي عمله ده. بعدها بيوم بيكون سون قاعد، فبيتصل بيه مدير الشغل اللي هو فيه حاليا وبيقول له انت مطرود. طبعا ده بسبب مين؟ ميلا. شياو بيهديه وبيقول له انت كده كده شاطر، قدم في اي وظيفه تانية وهتتقبل، انت موهوب. من الاتجاه التاني بنشوف ان يونا اشتغلت في المستشفى وبقت مسؤولة عن حالة لوك وحالة الطوارئ، فبتقول للوك كلها ايام وعلاجك هيكمل وخلاص هتخف وهتبقى كويس. فبيشكرها على مساعدتها ليه وانها الوحيدة اللي بتهتم بيه. بعدها بيجي للمستشفى حالة طوارئ، واحد عمل حادثة والدكاترة بياخدوه وبيعملوا كل اللي يقدروا عليه، ولكن خلاص عمره انتهى. يونا بتطلع وبتقابل اهل المريض وبتقول لهم وهي زعلانة انا للاسف مش عارفه اواسيكم ازاي، وبتبلغهم بموت المريض. ساعتها بتفتكر حادثه موت عيلتها لما كانت صغيره وقد ايه الموقف ده بيأثر فيها وعانت بسببه سنين. شياو ولنا بيروحوا لها وبيهدوها وبيقولوا لها ان هي عملت كل اللي تقدر عليه عشان تساعده، وانت دكتوره وكل حاجه ليها احتمال، ما تلوميش نفسك على اللي حصل، ده قدر ونصيب. وبعد لما بيتكلموا شويه بتخرج لونا علشان تودعهم، بس قبل ما بيمشوا بتسألهم عن سون وايه اخباره، فبيحكوا لها كل حاجة حصلت وبيقولوا لها كمان ان هو تعبان بقاله يومين وبطنه وجعاه وكان في المستشفى. يونا ساعتها بتترعب وبتسيبهم وبتمشي وبتروح للدكتور اللي كشف عليه وبتعرف هو عنده ايه، وبالليل بتروح له وبتقعد معاه وبتطبخ له وبتديله الاكل وبتتكلم معاه وبتقول له انت تعبان وليه ما كلمتنيش عشان اجيلك. بيقول لها ما انت جيتي واهتميتي دلوقتي اهو خلاص الموضوع عدى. وبتقول له انا ما اقدرش اشوفك تعبان قدامي، على فكرة انا كمان بحبك بس مش هفضل معاك ولا هقرب منك غير لما نعرف الحقيقة الاول. تاني يوم بيروح سون للنا وبيقول لها ان هو عايز يبقى الشاب الروش الجامد عشان يونا تحبه. فبتقول له الموضوع ابسط مما تتخيل، هدية هي بتحبها وقعدة حلوة وخلاص وتتعلم حاجة عشانها. فبيقول لها بس انا ما بعرفش اعمل اي حاجة. فبتقول له انا هعلمك الرقص. فبتاخده على الصالة وبتشغل الاغنية وبتقول له اعمل زيي. بتكون هي فنانة في الرقص وهو علاقته بالرقص زي علاقتنا بالكلية كده. بتاخد وقت كبير معاه لحد ما بيحفظ كام حركة، وبعدها بيروح لطباخ المنطقة وبيتعلم ازاي يطبخ اللحمة.
بعدها بيروح لمحل حيوانات وبيشتري سحلية وبياخده البيت ويعمل كل حاجة علشانها. بعدها بيتصل بيها وبيقول لها ان هو تعبان قوي وان هو عايزها تكون جنبه، فبيقول لها تروح له الساعة 6:30 لو فاضية. فبتقول له عليا انا الحبتين دول، انت مش تعبان ولا حاجة، على العموم هروح اطمن على لوك وبعدها هجيلك. وفعلا بتلبس اشيك لبس عندها وبتروح المستشفى تطمن على لوك، اللي بنلاقي ان كل مدى حالته بتتحسن اكتر، فهي بتكون فرحانة بالتطور ده. بعد ما بتخلص معاه بتكون خارجة بتشوف طفل تعبان عمال بيعيط، فبتروح تشوف فيه ايه، فبيقوم مرجع عليها ويا خسارة الفستان. بعدها بتروح تشتري لبس عشان طبعا ما ينفعش تروح له بالفستان ده. بعد كده اول ما بتوصل هناك، اول ما بيفتح لها سون بيبدأ ان هو يعاكس فيها شوية حتى ما سابهاش تدخل الاول. بعد لما بتدخل بتتصدم ان هو نظف البيت عشانها وبيفضل يقول لها شوية كلام حلو قعد يحفظ فيهم طول الليل. بعدها بيروح المطبخ بس المرة دي هو اللي بيطبخ. بتتصدم يونا لان اول مرة في حياتها تشوفه بيعمل حاجة. وبعدها بيقعدوا ياكلوا وبتكون احسن اكلة بالنسبة لها، وده لان سون هو اللي عملها لها. وبيقول لها كمان ان هو جاب لها هدية تانية، وبيروح ويجيب لها الهدية اللي احنا عارفين ان هي سحلية. بيروح عندها واول لما بتشوفه بتكون هتموت من الرعب وبيحطه في الصندوق تاني. نيجي بقى لأهم فقرة في الكلام ده، بيطفي النور وبيخش سون بيفضل يقرص لها ويعيني على الرجولة اللي راحت منه خالص. بعدها لما بيكونوا قاعدين بيجي مكالمة ليونا عشان تروح المستشفى. بتروح هناك وبتكون في حالة عاملة حادثة أو حالتها خطيرة، وبيعملوا كل اللي يقدروا عليه، ولكن الموقف بيتكرر من تاني وبترجع تكتئب تاني. وبيكون توماس وميجو في المستشفى وبيقولوا إن العلاج جاهز وهياخده في الأيام اللي جاية. فبيلاحظ ميجو انها متضايقه فبياخدها وبيقضوا مع بعض وقت، وبيقول لها احكي لي بقى فيكي ايه. فبتقول له انها كل يوم في حد بيموت بين ايديها، وهي لما دخلت الطب كان اهم حاجه عندها ان هي تنقذ حياه الناس، وكان همها الاول والوحيد انها تعالج لوك، وما كانتش عارفه ان كل ده هيحصل لها. كل لما حد يموت بفتكر حادثه اهلي وما بكونش قادره اكمل. وبيحاول يخفف عنها، واثناء ما كانوا قاعدين بيجي سون وبيقول له قاعدين مع بعض يعني خير. فلما بتشوفه بتروح له بتترمى في حضنه وبتقول له انا تعبانه قوي يا سون. فبياخدها سون وبيقعدوا بره وبيخفف عنها شويه وبيعرف كل حاجه، وبيقول لها لو الطب مش مريحك فانت شاطره وهتنفعي في مجالات كتيره، ما تقلقيش وانا هفضل معاكي. وهتقول له انها تاخد اجازه وهتفكر اذا كانت هتكمل ولا لا. تاني يوم لما بيكونوا قاعدين مع بعض وبتكون يونا بتاكل كيكه، فبتجيلها فكره فبتقول له انا عرفت كده المشروع بتاعي الجديد هو محل حلويات، وده لاني بعمل حلويات احسن من الاكل. سون بيقول لها مش ممكن تعملي حاجه زي دي. فبتقول له ده ليه بقى ان شاء الله. بيقول لها عشان ما ينفعش تعملي حلويات لحد غيري. وفعلا تاني يوم هو اللي بيكون جايب لها محل وعمل الاعلان وجهز كل حاجه عشان تشتغل. وفعلا اول لما المحل بيتفتح بيكون الزباين كتير والكل بيشكر في اكلها. بعد كده بيجي الكل عشان يباركوا لها واحد واحد لحد ما بيجي لوك، وبنشوف ان هو بقى كويس وان الجرعه التانية هياخدها قريب. بعد كده بيدوق الاكل وبيعجبه جدا، وبيسألها بعد كده عن سون وإذا كانوا طلعوا مع بعض ولا لأ. فبتقول له إن هي بتتكسف تقول حاجة زي دي. فبيمسك تليفونها وبيبعت رسالة لسون إن هو يقابلها في عيد ميلاده اللي هو بيكون بكرة. فبيوافق سون وبيقول لها قبل العيد ميلاد هكون موجود. وبعدها بتدخل ميلا المحل عشان تستهزئ بيونا وإن المشروع بتاعها ده ملوش 30 لازمة، وبيطلبوا أنواع مختلفة من كل حاجة وبيقعدوا مستنيين طلبهم. يونا بتروح تديها لهم وساعتها بيفضلوا يستهزئوا بيها وبأكلها، وبتقول لها إيه التفاهة دي، روحي افتحي لك محل جزم ولا حاجة أحسن لك. يونا بتتضايق من كلامها وبتقول لها أنا فاهماكي عامة، مهما تحاولي أو تعملي مش هتعرفي تفرقي بينا حتى لو فضلتي 100 سنة. وبالمناسبة الوجبة دي على حسابي يعني، كليها ويا ريت تمشي بسرعة وما اشوفش وشك هنا تاني عشان انتي غير مرغوب فيكي هنا. ساعتها ميلا بتتضايق من كلامها وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم كانت بتجهز هدية سون وبتكون آخر شياكة، وأثناء ما كانت قاعدة بيدخل عليها 2 كده بيصوروا المحل وبيرمي كل حاجة على الأرض وبيفضلوا يشتموا في أكلها وفي المكان، وبيصوروا الحاجات اللي بتطبخ بيها وبيقولوا إن هي منتهية الصلاحية، وبيفضلوا يشتموا فيها وفي المحل وبعدين بيمشوا. بعدها بتقعد يونا وبتتصل بيها ميلا وبتقول لها يا رب تكون الهدية عجبتك. يونا ساعتها بتفهم كل حاجة حصلت وبتفضل تعيط. ساعتها بيخش لها سون وبيلاقيها في الحالة دي، فبتحكي له على كل اللي حصل وبيقول لها انت اللي كنتي عامله الكيكه دي صح؟ منها وهي على الارض وبيقول لها دي احسن حاجه اكلتها في حياتي. بعدها بيقعدوا يجهزوا كيكه تانية من جديد بس دي بقى بنكهه الحب. الدنيا معاهم بتبقى تمام خالص والحياه لذيذه وبينتهي اليوم على كده. تاني يوم بيروح
سون المختبر اللي هو شغال فيه على مشروع، بيلاقي ان ميلا اتفقت مع صاحب المشروع علشان تبقى المساعدة بتاعته، فبتقعد معاه وبتفضل تقرب منه لكنه ما بيعبرهاش. بتستغل ان هو شغال على المشروع وبتاخد صورة معاه وبتقوم بعتها ليونا. بتروح لهم يونا وبتشوفهم فبتتضايق وبتخرج وبتسيبهم. بيخرج وراها سون وبيقول لها الموضوع مش زي ما انت فاكرة، وبيحكي لها اللي حصل. ساعتها بتقول له ما تتأخرش عشان ما يحصلكش مشكلة، وبتسيبه وبتمشي. وبعد ما بتروح البيت بتتصل بيها ميلا، بتقول لها لو انت عايزة تعرفي الحقيقة كاملة لموت عيلتك تعالي البيت دلوقتي وهديك الأوراق الأصلية. يونا ساعتها ما بتصدق تقفل معاها، وبتبعت رسايل لسون وبتقوله على اللي ميلا قالته لها، وبتقوله ابقى تعالى هناك. بعد ما بتقول لسون فعلا بتروح هناك، وبتبدأ ميلا تحلل لها الحادثة بالإثباتات كمان. وبتقول لها إن عربية أبوكي قبل الحادثة كانت في الصيانة، وأبو سون هو اللي كان موديها. وكمان بتوريها إن كل الأسهم بقوا باسمها بعد ما ماتوا. ولكن في اللحظة دي ميجو بيشوفهم وبيعرف اللي بيحصل، وبيقول لميلا مش هتبطلي كدب بقى، هتفضلي تنكري لحد امتى؟ احنا السبب في كل حاجة حصلت لها. هنا الصدمة بتقع على يونا وبتتصدم وبتكونش فاهمة اي حاجة. بيقول لها ميجو عن كل حاجة، وان الحادثة دي كانت من تخطيط عيلتهم، وده لانهم كانوا المنافس الاكبر ليهم، وان ابوهم ما كانش بيهتم بارواح الناس، وهو اللي عمل كل ده. والاوراق اللي ميلا ورتها لها اصلا مزورة، وإن التسجيل الحقيقي مع ميجو. بيطلع لها ميجو التسجيل الحقيقي، وبتفهم يونا كل حاجة، وإن عيلة سون فعلا وعيلتها كانوا صحاب وفضلوا صحاب لآخر نفس في حياتهم. سون بيروح لميلا وبيسألها انت ليه عملت كده واتسببت في كل المشاكل دي ليه؟ فبتقول انا عملت كل ده عشان بحبك، حاولت اوصلك بكل الطرق بس دايما كنت بخسر قدامها، قولي ايه بس المميز فيها؟ وبتفضل تزعق وبتروح تزقها. ساعتها بياخد سون يونا وبيخرجوا. بتعدي الايام لحد لما بيجي اليوم اللي هيتكرم فيه سون، وده بسبب نجاح مشروعه وانتشاره في البلد. بيطلع عشان يقول كلمته، وساعتها بيفضل يتكلم عن يونا وان هي السبب في كل النجاحات بتاعته، وان هي كانت الدعم الاول لقراراته. بيروح وبياخدها من وسط الجمهور وبيطلع على المسرح وبيطلب منها الجواز. ويونا ما بتصدق وبتفرح، وبيفرح لهم الجمهور وبيسقف لهم. كده بتنتهي الحكاية بتاعتنا. اشوفكم مع مسلسل جديد.